السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بمشاهدينا الكرام، خوتنا المغاربة داخل أرض الوطن وخارج بلدنا الحبيب. في هذه الإطلالة من خلالها غنستكملوا ما أوردناه صباحة اليوم من خلال المحور ديال البعض اللي خرجوا بالسيوف وبالخناجر ويهتفون ضد الناخب الوطني الحالي، أو يريدون تقويض هذا الصرح والبناء من جديد ووضع عقد المقارنات ومقارنة ما لا يقارن الكثير من الأشياء. بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى، على البشير النذير السراج المنير، نحمد الله ونشكره حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نعاودوا نرجعوا الاطار ديال الدارجه، نشرحوا نملحوا. باقي كنعرف بان خوتنا المغاربه شويه الحروريه اللي عطانا الله والنفس الحاره كتخلي دائما اننا ما كنرضاوش شيء، رغم اننا نحاول ان نعود الى ارض الواقع. ولا رجعنا لارض الواقع من بعد ما كنوضعوا الامور في السياق الطبيعي ديال المقارنات الواقعيه، كنلقاو بانه ماشي كارثه اللي حتات بقدر ما اننا وصلنا وشارفنا الحلم، وكل مره نقترب وندنو من هذا الحلم كنصطدموا بشي حاجه غريبه جدا. والمشترك ما بين 2022 و 26 هو نفس اللون، هو نفس الديك، هو نفس المنتخب الفرنسي. الا جيتي للتاريخ ديال الفريق الوطني في كاس العالم عبر التاريخ، كاينه مباريات ملحميه، مباريات ريفيرونس مرجعيه، ولكن كتلقى بعض المباريات كتقول لي النسيان. من ضمن المباريات اللي النسيان هو ملي كتوصل كما اقول دائما للعوين وما كتشربش، ومع من؟ مع المنتخب الفرنسي. وكتادي مع جوج مباريات كتقول، لان كيبقاو بعض المباريات في الريبرتوار في الخزانه كتبغي تفرج فيهم. ما نتفرجش انا في الماتش ديال 22 وهذا الماتش ديال البارح عاودته مرت تقهمت. من فرط ان ما فيه ما تهز، كنقولوا داك المثل المغربي، ما فيه ما يتهز باللقاط. علاش؟ هذا سؤال غريب. كتلعب مع البرازيل بالنجوم بالارماده، كتوقف شامخ مثل اشجار السنديان وكتلعب بالمبادئ ديالك وكتبرز واحد النديه. كتلعب مع النرويج لي فيكينغ بليونغاجمون ديالهم وكتمشي معاهم، كتقري كره هولندا صاحبي، البرتقيز ديال رونالدو، الصباليون ديال التيكي تاكا. وكتجي مع المنتخب الفرنسي اللي تنقول ايضا منتخب كبير، منتخب قوي، ترسانه قويه، ولكن ماشي بداك الشكل اللي ما ضرب زيرو تير التيران المرمى ديال الحارس ديالهم، صفر اختراق من الجانبين، صفر تمريره، البوسيسيون اللي وصلت عندك 800 هبطات عندك 300 والصرف. وكتقول علاش؟ دابا انا في هذا السياق هذا الصباح غير باش نغلقوا المحضر نزولا عند شريحه واسعه كنقدرها وكنعتز بها منذ نشأة القناه، واللي الاساس ديالنا العلاقه. انا ما كنقول لك لا لايك ولا جيم ولا دير حمله ولا ما عنديش مشكل الاشتراك، وشرحته الصباح ونعاود من باب التاكيد والتذكير وما غنبقاش نهضر عليه. قلت لك لبعض تيقول لك بان المحتوى والتبدال والريدو، شرحت لك. الا كتمارس شي وصايه وانني داير يدي عندك ولا شي حاجه، كنقول لك ودي فرض وامر. انا تنقول لك عرض علينا من قنوات، ومن قناه خليجيه كتعنى بنقل البطوله لكاس العربيه وكتعطي بسخاء وكتعطيك لوجينوري وغاز وبيكير واكل شارب واقل من هذا المجهود اللي تنبذل، وما بغيتش نمشي باش ندوز من هنا بكامل الاريحيه وابرز ما يجيش بخاطري مع الخوت المغاربه وقتاش ما بغيت، علما انه تما ما تيفرضوش عليك وما يديرلكش الكمامه بحال اللي قلت لك وما يديرلكش الوصايه مثل كاس العالم. قنوات في قطر عرضوا لي بالفيزا بالتاشيره ديالهم بالاوتيل ديالهم احسن ما كاين الفي اي بي واكل شرب، وكيقول لك قول لنا الغلاف المالي واش ما عجبكش نزيدو. ودابا بغيتو تسمعوا هذا الشيء وما مشيتش باش ندوز هنا اقل. اذا باش نحيدوا الهاجس المالي، رغم انه مشروع، رغم انه حلال، رغم انه كسب حلال شرعه الله سبحانه وتعالى. لذلك الاساس والسند ديال القناه اكبر بكثير، لان في التجليات معروفه بواحد الخلاصه واحده سميتها الشغف. انا كنعطيك بار اكزومبل دي جوار، كنعطيهم لك نماذج في الحياه، كنقول لك شكلوا واحد الظاهره فريده. منا لوكا مودريتش، دابا لوكا مودريتش مشى تيلعب في لاسيد ميلون كيتضارب مع الاباطره اللي كيتريني صباح وعشيه، والحماق ديال الكالتشيو التكتيك. وبروزوفيتش كياخذ الاضعاف ديالو، كانوا داروا عليه واحد البرنامج في الكروات، الاخر تيشد 50 مليار في العام والاخر كيشد 6. قارن لو ان مودريتش تبع الفلوس ما تبعش الشغف على 40 عام، كون خصو يتخلص 200 مليار في السعوديه وما مشاش. نفس الشيء على طوني كروس اللي كيعلق الحذاء ديالو فلاش 32 33 عام والريال تتزوق فيه، ولا ما مشاش الريال السعوديه والانديه الخليجيه راه دير له ملي كتسمع ماني كيتخلص ومحرز شحال كيتخلص وداك كوليبالي شحال تيتخلص وشحال دا ديال نيمار دالي هو العيد الميلاد ديال ختو الكوارث. علاش كروس مشى؟ حيت شغوف ما عندوش الاشكال ديال الاخر. في الوقت اللي كتشوف رونالدو كيلعب على واحد الكاس وكيبكي، واش حيت غيتخلص عليه الفلوس؟ هي الشغف. الا قدرتي الحجم ديال الشغف والمدلول ديال باسيوني غتعرف علاش كنديروا هذا، علاش درت لك هذا القوس وطولت فيه.
وبالتالي ما مطالبش باش كل مره باش نورك على البطونه ونعطي، لان ما يربطني ببعض الاصدقاء، هل اللي نوطير في مراكش، هل اللي ناديل، هل اللي مول القهوه اللي كيعيط كيبكي من اكادير، بجميع الاخوان من ارض الوطن وخارج. هذا هو راس المال اللي ما غتكسبوش في مرور تلفزيوني واحد اخر. وسالينا باش نكملوا مع الخوت المغاربه. البارح مع فرنسا قلت لكم انا كاينه حوايج اللي شت بسي محمد وهبي، دار عشرات الماتشات، على الاقل درنا واحد السلسله، راه وصلنا البارح 42 ماتش عاد خسرنا، هذه ما خصناش ننساوها. قبل ما نفتحوا الدفتر اللي قالوا هو كاس افريقيا، انا ما بغيتش السي محمد وهبي تهضر لنا على كاس افريقيا دابا، لانه سال البارح في الندوه عاود نطلع لنا السقف ديال الاحلام، قال لك الملف اللي غنفتحوا دابا هو ديال كاس افريقيا، خصنا نمشيو نربحوها. حنا بغينا التجليات اللي ما دارتش كاس العالم اللي دازت. شنو هو كنحطوا، انا ما غنهضرش على الزملاء الاعلاميون، كل واحد حر اللي بغى يجي يعطينا بيلون، اللي بغى يجي يعطينا، ولكن كنتمنى الجامعه والاداره التقنيه ديال جمال والناس ديال يعطيونا واحد البيلون شنو تغير في الكره المغربيه في هذا لاكوب دي موند ديال 48 منتخب، الاشياء اللي ربحنا والاشياء اللي خسرنا، واش الهويه ديال الكره ديالنا غتبدل قبل ما نمشيو لهذا اللي تقدر كتكامل بعض ندرجوا مع الناس. انا جيت قبل ما تبدا الحلقه ديال كاس العالم درت 3 ديال الحلقات بالتمام والكمال. الحلقه اللي دار في الكاستينغ هنا اللي دار في المعموره باش دار دوره استدراكيه، خرج منا بوفال، وخرج منا معمه، وخرج منا عمره اللوزه، وخرج منا البوفتيني، وخرج منا قولوا لي العناصر اللي كانت على خاطركم، ولا بن جديده ولا البقراوي، هذوما العناصر اللي بقاو في الذاكره هنا لاصقين. قلت ودي يا ربي ما نكون انا غلط والسي محمد وهبي صح ولا منير بعض، خليو السيد يخدم وخلي. قلت لكم انا راه لا يحق لنا قبل ما يقلع في الطياره ننتقدوه، ولكن منين دار الفول وسرت الطياره في السماء وانتقلنا من رتبه 9 للرتبه 8 عاوتاني وصلنا لرتبه 7 ورتبه 6، قلت لكم غتسالوني حاجه وحده، يستحيل تشوفوني كنهضر وكنتقد محمد وهبي دابا الفريق الوطني بمن حضر، ولكن تطبال وقول العام زين وما تنتقدش اختيار، لا على الاقل كنوثقهم. رجعت البارح لهاد الحلقات ولقيت داكشي اللي قلت صحيح. من بين الاشياء اللي قلت سالت انا على السباعي، وقلنا شكون هو هذا السباعي، واش السباعي منين غيمشي في لا ليست ديك الساعه مازال ما عرفناش هو اللي غيروبلاسي الزلزولي، يلا كاين في لائحه الطوارئ. قلنا هذا السباعي شكون، فكيفاجئنا محمد وهبي بانه كيعرف السباعي ماشي ديال اونجي الفرنسي، كيعرفوا منين كان معاه في الفتح السعودي، هو السي مروان سعدان تيعرفوا معرفه قديمه هذه 6 سنين، حيت السي محمد وهبي داز ادجوان في السعوديه مع هذا الفتح. قلنا اذا هو تيعرف حنا ما تنعرفوش، هذا معطى غنتسناو شكون هو هذا السباعي. يشاء السميع العليم كيتضرب الزلزولي كيرومبلاسيه بالسباعي، كيتضرب نايف اكرد كيرومبلاسيه بمروان سعدان. اذا اللعابه اللي غندي غنرومبلاسيهم ماشي باش نسد الثغره، حيت انا كان عندي نايف اكرد تيتولير وكان عندي الزلزولي تيتولير. دابا بغيت الجمهور يذوقنا، ما هذه المقاربه النقديه اللي خصنا نديرو، ماشي المقاربه ديال الهدم، لاننا لا هدمت عاوتاني باش نلعبوا على المكشوف. راه كاين اللي بغى يقارن الصباح، راه قلتها لكم وقالوا لي الناس وضح للناس، راه كاين دابا اللي نايضين كانوا تيتسناو وهبي في الدوره وجابدين داك المشحيطه دابا وكيهنشروا وكيشلضوا كيقارنوا مع الركراكي، والركراكي ما دار لينا لا بيديه ولا برجليه، ولكن واحد الفلول انجاز التعبير، واحد الذباب الكتروني او بعض الفئه التي تنتسب للحقبه اللي دازت. انا ما غنقولكش غنحارب، انا ماشي دون كيشوط غنبدا نحارب طواحي الهواء، ولكن كانت مخبيه. البارح حاولت تزيف الشيء الا بغيتي تنتسب للمدرسه الركراكيه ديال الطوبيس، او انك تستشهد بالارقام ديال الركراكي او شي حوايج، لعب مع بوتسوانا ولا لوسوطو ولا مدغشقر ولا البحرين ولا الكونغو ولا بوركينا شغلك هذاك. وانا السيد ما دار ليناش شي حاجه اللي غنجبدو، ولكن الا وضعته في سياق المقارنات بحكم اننا اليوم في الحاضر وما بغيناش نرجعوا نشوفوا في الريتروفيزور، فراه غنجبدوا مقارنات غتبان شاسعه وغنضروا السيد الاخر. وانا ما بغيتش نطيح في هذا الفخ وما بغيناش نمشيو في هذا الاشكال، المقارنات ونجبدوا فردي ونبداو نتيروا بعضياتنا غير هكاك. ولكن لمست البارح كاينه حمله هوجاء، حمله شرسه، رياح شرقيه السخونه ديال الشرقي اللي كثر من هذا الرياح ديال الصمايم ولا ديال هذا الشرقي اللي كيدور هذه الايام. مساله اخرى، واش انا غندافع على هذا السالاري وهذا عنده عقد حتى 2030 وكيحمي ويحمي راسو وخصو يخرج ويدافع، ولكن لقيت كاينه واحد الفئه بحال اللي قلت لك النهار اللي لعبنا مع الساليغان خرجوا الساليغانيين المصريين الجزائريين شويه متوانسه شويه من الضفه شويه اللي تيحتفل في لبنان، قلنا ودي حمدا لله وشكرا لله هاد النار ديال ابراهيم حرقت البعض اللي كنا كنعتقدوا معانا صدقوا مع فايته غانا ليه فهما هادو. ولكن واش انا غنقاومو ماشي شغلي، واش رئيس الجامعه غيحمي هذا انا ماشي شغلي، هذا خصو يحمي راسو باش بالاداء بالنتائج. ولكن رجعت وقلت البارح انا محبط حيت درنا ماتش واحد خايب، وهبي شحال دار ماتش لعب 11 ماتش 11 ضربتيها في جوج شحال 22 ميطه، حيد منا ميطه ديال كندا وميطه الثاني ديال البرازيل وميطه البارح، اذا 19 ميطه على 22 كلنا كانت ستوب. من الاكوادور من الباراغواي من مدغشقر ما نحبسوش بالبوروندي مع البرازيل مع ليكوس مع هايتي مع هولندا، زيد عليها كندا زيد البارح، اذا جوج ميطات البارح اللي ما تهزهمش باللقاط في 22 ميطه راه ماشي شي معدل سلبي.
ومع ذلك انا كنمشي مع الركب ديال الاخوان الموضوعيين، لان حتى واحد ما كيعطيني حتى حاجه. كنبغي نتحلى بالموضوعيه، كنبغي نكون منصف، كنتوخى داك الانصاف اللي كيجعل الله سبحانه وتعالى صاحبه مقبول. واحد التلادوه يلقى واحد الصدى، ما غيعيط ليا واحد يقول لي قول العام زين، الا قال لي قول العام زين نقول له ما كتعطيني حتى حاجه، ولا عطيتيني غنسد. بالتالي كنبغي نهضر نتحلى. علاش؟ لان البارح شربنا قهوه كحله كثيره، لان ملي كيلعب لك بلاصونا ما كنعسوش ليله قبل ومن بعد، وخاصه اذا كانت النتيجه محبطه. ولكن لن اكون بصحاب النظارات السوداء اللي ما كيشوفوش، والله يداوي كل واحد ما كيشوفش، واللي ابتلاه الله بالحبيبه ديالو صبر فله الجنه. انا ما كنقول داك التعبير مجازي، وما نبغيش نكون عدمي، وما نبغيش الكاس يكون عامر نشوف داك النص الخاوي من الكاس والنص العامر ما نشوفوش. ومع ذلك كنورك على الضبرق حتى كنخلي العاصفه تدوز. محمد وهبي غلط في الكاستينغ البارح، بان بانه ما استفدش من الدروس. وصلنا للعوينه كان خصنا نشربوا. وعلاش كتكرر هذه المباراه الباهته اللي فيها البقعه الرماديه الداكنه، اللي فيها واحد اللون باهت دون ان اخوض في الاسباب؟ الا كان شي واحد جا عند الجمهور المغربي وقال لهم الله يجازيكم بخير، الميدان حميدان، نساو الاربيط البارح راه رابيوش بدا بيدو، ونساو بان دو كومبلو راه ما كاين البارح، ما جيناش مع فرنسا، ونساو المؤامره. فانا جيت كنقول هذا الشيء حيت الا جيت نقول لك كاينه مؤامره والاربيط ضدنا والفيفا والمراهنات وداك القرع مع الاخر والسبونسور وغيمشي، ما غنتفرجوش الماتش من خاطرنا، وما غنستمتعوش، وغنكونوا بحال شي فيلم عارفين النهايه ديالو. علاش غتفرج لي تشري لونطراك كاع تدخل ليه انت كاع؟ بالتالي البارح تاكدت شي معطيات فين ما نلعبوا مع هذا الزرق ولا هذا الفروج كنأديو اسوء جوج مباريات في لاكوب دي موند. الالمان لعبنا معاه ب70 وماركا عليه محمان، وعلل دار كرو ماتش خسرنا بجوج لواحد، ولعبنا معاه في 86 ودرنا كرو ماتش، والزاكي كان في المستوى هي ديال بونو. كيجيو جوج ماتشات مع فرنسا تيكون بوحدو تيحاميهم. خسرنا مع الالمان جوج مرات، وخسرنا مع فرنسا جوج مرات. لا هولندا ولا بلجيكا ولا البرتغال ولا الصبالي ولا الانجلترا ولا بولونيا ربحونا جوج المرات، ولا حتى البرازيل الا هاد الجوج. وملي كنلعبوا مع فرنسا هي الوحيده في الدول الاوروبيه كامله اللي لعبنا معها بالكروات ديالهم بالبلغاريا من 70 كنأديو معها اسوء مباراه، بل مباراه بلا لون. بغينا داك الفروج نملحوه ما درنا فيه لا طعم لا ملح لا تبزيره باسل، ما تهزوش باللقط. الشمس مطنطنه، الجو الاحمر دخل مع داك الابيض، اللون تخطى، الفرقه ما دايراش، حكيمي تالف، المزراوي مسكين تيبان لك مضغوط، عيسى ديو بوحدو بغى يضارب مع عثمان، الميليو بجوج تلفو، اللي قدامه مناحي بلوكي، اقدامه متثاقله، ابراهيم اللي شويه ديناميك. شو واقع في ملك الله؟ اذا نحملوا المسؤوليه الناخب الوطني، ولا نقولوا فرنسا تبهرنا وتسحرنا بالسحر المجازي. ما عرفتش انا علاش ننبهر امام المنتخب الفرنسي ونتخلص من هويتنا. محمد وهبي على مستوى الكاستينغ غلط، بحال اللي قلنا الركراكي غلط، وجينا المعركه الحربيه مع السينيغال ولقينا راسنا بدون محاربين اشاوس، لقينا راسنا على الهامش ديال الخطوط الاماميه. المعركه حاشاكم مسخه، خاصك تجبد فيها تعطرت، هو لابس الابيض وانت لابس الابيض، وجلخو يجلخك، ما لقيناش. ولينا كنهربوا بالتوك ديالنا بردائنا الابيض الناصع باش ما يلطخوناش، حيت حنا كلاس ما لعبناش محاربين، لعبنا ناقصين بلعابه بليسين. هي اللي وقعت البارح. ها رومان سيس عوضوا شادي رياض، هنايف اكرد عوضوا المزراوي، هاد الترقاع لوح هذا لهذا ودير 3 5 دودي هذا بريكولي خرج. علاش هاد الترقيع تيوقع علينا مع المنتخب الفرنسي كلما تقدمنا بالمنافسه؟ لان هذه الحرب ديال كاس العالم تحتاج الى ممشى طويل، تسمى في اللغه العربيه المسير في الدرب العسير. يحتاج الى كاستينغ، الى اختيار موضوعي عقلاني لا تحكمه العاطفه ولا نزعات المدرب الذي يميل للاعب. ما تعرفنا لا سبعي ولا جوج، هاد السبعي ماشي قارينش غتخرجوا من الباكيه، راه ما والو. البارح ملي حسيتي براسك مقصير السي محمد وهبي عطيتيه 4 ساعات انا في رجليه، ما غندخلش الاعتبارات وهذا كينتمي لهذا ولا نسيب هذا، انا ماشي شغلي في هذا الشيء. عمري ندخل كنقول لك وسبع وكلني الواحد يتقرب عاد دخلتيه، شنو استفدنا بهذا الوحدي؟ وبالتالي ما غنديوش حنا لعابه خجولين، لعابه راه لا كوب دي موند دي روبوست، لعابه اللي كتدخل عندك الصناديق دا معلم. لا مورفولوجي راه الشرقي جالس عباد الله والكانتي جالس، وبالتالي خص يكون عندك الباك ديال الاحصيات قوي جدا، وهذا ما حصلش. بالتالي الكاستين كان غلط. انا لا ندي السباعي باش يلعب لي 4 ساعات، نعاود ناكدها ندي بوفال، راه الدقيقه 27 بوفال ما تحسبليش بيلانتي. البارح الدقيقه 27 شدوا بيلانتي وضيعوه، كان الله نصف بوفال في نفس الدقيقه. هذه ما لاحظتوهاش؟ 27 دقيقه في ملعب قطر هي اللي ما تحسبش فيها بيلانتي. بوفال انا لا ندي السبعي ويلعب 4 ساعات في الماتش الاخر، ندخلو يبزر ليا شويه مع كندا ويعطيني شويه تبزيره في الماتشات وكنت نحتاجو، ولا ندخل مع ما بار اكزومبل. اذا انا غاش غادي بالسباعي، علاش غادي بمروان سعدان؟ انا اللي كان عندي نايف اكرد من التوابيت ولا الروبلاسون ديالو لاعب مكمل. الا ما نديش واحد اخر بحال بوفتيني ولا بحال باعوف اللي كلا معاك الكازون في كاس العالم. واش من حقي دابا ننتقد السي محمد وهبي، ولكن بجرأه وبصوت مرفوع حيت كنبغيه،
حيت انا قلت له طبيب، حيت قلت له بروفيسور، حيت قلت له استاذ، حيت قلت له زرع فينا الهدوء، حيت قلت له عطيتينا الثقه، ولكن ما نديروكش كامل الاوصاف الكمال لله سبحانه وتعالى. بقينا كنتسناو في الدوره ماشي باش نسلخ لك الجلد ولا نطلعك فوق الشويه، ولا انت هو الرجل الذي تستحق هذا. ماركيتي عشرات البيوت ودرتي باركور اللي ما داروا حتى واحد، وعطيتينا الكره اللي ما عمرنا لعبناها، وعلى الراس والعين ولا تقارن. وكنتي غتكون افضل مدرب في تاريخ الكره المغربيه كون شاركتي الشيلي مع ميريكان، كاس العالم هنا وكاس العالم هنا. ولكن شاء السميع العليم بانه خسرتي بواحد الطريقه اللي شويه ضرتنا، واللي بان الكاستينغ فيه نظر، وبقينا تنقولوا عند الفوري يبان الحساب، والربط المسؤوليه بالمحاسبه تجي حتى الاخر. ومع ذلك انا كنربطها بادب وبعقلانيه، دون نهش، دون سلخ، دون اعتداء، دون الخوض في الدماء، ودون نتجنى على السيد. راه استاذ هذا، ولا رجعتوا للمقارنات غنقول لك راه احسن بزاف، داير 2 دورات و3. اذا انا ما بغيتش نطيح في ذاك الفخ ديال تبروفوكاو باش ما نخلوش الاحترام على الناس. لقيت البعض كيمشي لهذا الشيء. محمد وهبي خطا لانه الكمال لله، وهذا ما استفدناش. نتمنى دابا يستافد وتكون هناك دوره وتكون محاسبه. باش يجي رئيس الجامعه يقول لك ما كندخلش، لا خصك تدخل، حيت ماشي رئيس جامعه، حيت انت رئيس لجنه المنتخبات اللي عندك الصلاحيه ديال المساءله وتسائل علاش هذا وما ديناش هذا وما ديناش هذا. ما كتعنيش هذا ما كتدخلوش في الاختصاص، راه كتسائل وصاحبي من باب الاختصاص ومن باب ربط المسؤوليه بالمحاسبه. وداك الخطاب اللي كتقول داك الشعار المقاربه التشاركيه راه غلط. واسمحوا لي على هذا الفيديو شويه في الانفعال، كنحاول نهبط الريتم. اما المحاسبه جايين بونو راه بوحدو كان البارح، ولا بونو كنا ناخذوا السكور اللي نخليو البعض يشمت فينا. اللي حصل الحظ كان بونو، اللي حصل الحظ كان الحاج نصير، واللي حصل الحظ اننا يعني في لاكوب دي موند خرجنا بوعدي وخرجنا العناوي وخرجنا السي ابراهيم، خرجنا رحيمي، خرجنا الصباري، حكيمي ما جا شيء. باش نكون واقع معكم، وعيسى اكتشفناه، وكيبقى بونو الحاج نصير زائد العناوي من الاكتشافات الكبيره ديال كاس العالم. هذا هو النقد. باش نقولوا السيد كله زوين لا، واش كله خايب لا. وغنبنيو باش ما نخليوش الناس فين تدخل وتحاول تهد الجسر اللي غيربطنا بلا كوب دي موند القادم ان شاء الله. الى اللقاء في حلقه مقبله، ما شاء الله تعالى.